Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, lanjutkan untuk anak kami Aina ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Soal kedua, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ketiga, فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul-Azim. 3 soal tuntas untuk Aina Zahra. Gimana Pak Ustadz Rafi komentarnya? Ya, alhamdulillah bagus. Ya, alhamdulillah ya. Cuman sayang tadi ada belnya. Soal pertama udah betul atau mengulang yang salah kan? Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Waktu diulang ya qaumi innakum, zalamtumnya hilang kan? Itu satunya. Memang harus fokus nak ya. Yang kedua terakhir tadi ya. Lari tempat yang lainnya nak ya. Tadi detik-detik terakhir tuh. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim ya. Kemudian ada variasi lagu juga, itu sudah bagus ya untuk persoalan tadi. Baik, terima kasih ya. Ya. Berikutnya dari Ustadz Dimas, silahkan. Ya baik, alhamdulillah bagus hafalannya. Cuma jam 2 tadi ya.
Kemudian Bapak Ustadz hanya koreksi ro tipis, nanti diperhalus lagi ya. Wa aghraqna ala fir'auna. Kurang halus sedikit lagi ya. Ro mati sebelumnya garis bawah, huruf sebelumnya garis bawah. Fir'auna. Benar-benar tipis dia ya. Jadi koreksi lagi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Dewan Juri, terima kasih untuk Ananda Aina Zahra. Silahkan kembali ke tempat.